عزيزي طالب الهندسة، لازم تعرف انه 90% من المواد اللي جاي تدرسها ما لها علاقة بالعمل اللي راح تشتغله بعد التخرج. فنصيحة، اشتغل على نفسك لما بعدك طالب، وراح اقول لك شنو لازم تسوي. لا تتخرج وانت بس بالاسم مهندس وما عندك اي معلومة على قسمك وشنو يشتغل بسوق العمل، ولا عندك اي مهارة ممكن تخليك انه تحصل على وظيفة. فشنو لازم تسوي؟ اولا، طور لغتك الانجليزية واعرف مصطلحات تخصصك المطلوبة بالعمل. ثانيا، تواصل ويا خريجين قسمك اللي يشتغلون واخذ منهم معلومات عن قسمك وشلون حصلوا شغل وشنو اللي مطلوب به. ثالثا، اتعلم للبرامج الهندسية اللي راح تستخدمها بتخصصك. رابعا، اخذ دورات وكورسات عن تخصصك حتى لو كانت مجانية عن طريق اليوتيوب، وخليك على ثقة انه اذا سويت هذه الاشياء اللي قلت لك عليها فراح تتخرج من قسمك وانت شخص متمكن من عنده وكلش بروفيشنال بعملك، وراح يكون عندك سي في يأهلك انه تحصل على وظيفة من اول اسبوع بعد التخرج. واذا تحب المحتوى الهندسي تقدر تتابعني المهندس احمد محمد.